النبي عليه الصلاة والسلام رجلا جالسا في المسجد في وقت طويل ورآه مرارا، قال ماذا يفعل هذا؟ قالوا يتعبد. قال من ينفق عليه؟ قالوا أخوه يعمل وينفق عليه. أنت فرغ، صل وصم واقرأ قرآن وسبح وهلل وادعو، وأنا أرسل إليك طعامك وشرابك. قالوا أخوه ينفق عليه، فقال عليه الصلاة والسلام أخوه خير منه. أخوه الذي هذا أكثر قراءة منه وأكثر صلاة منه وأكثر صوما وتسبيحا وتهليلا منه، أخوه الذي فعل قدر الله تعالى في الأرض من المشي والكسب، قال أخوه خير منه. لذلك كان جميع الأنبياء يحرصون على الكسب الحلال. ألم ترى أن داود كان حدادا، وأن إدريس كان خياطا، وأن نوحا كان نجارا، وأن نبينا عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام اشتغل راعيا، ثم بعد ذلك اشتغل بالتجارة ويسافر لأجلها ويشتغل بالكسب في الأسواق. فليس عيبا أن يفعل المرء ذلك، لكن العيب أن يعمل بشيء من الحرام.